جوز اختي اللي وصلني للمرحله ديت دايما بيهددني، بيقول لي لو ما عملتيش معايا الحاجه ديت انا هفضحك واقول على كل حاجه، وانا مش عارفه اعمل ايه. غصب عني ضحك عليا، وانا مش عايزه بيت اختي يتخرب. احنا بنتين، اختي الكبيره وانا اللي اصغر منها شويه. اتجوزت قبلها لاني حلوه يعني، والنصيب برضه، بس انا بصراحه احلى منها بكتير، والكل كانت عينه عليا. واتجوزت من غير حب، واحد جاهز وكل حاجه واتجوزته، بس اتطلقت وما خلفتش منه. وقلت كويس ان انا ما خلفتش عشان ما فيش حاجه تربطني بيه. كان بخيل وكان وحش وكان اسلوبه وحش معايا، كان عنيف جدا ما قدرتش اتحمله. كان طماع، لما بيجي يعمل معايا حاجه كان هو بس ونفسه ورهباته هو، لكن اللي معاه ولا اي حاجه. كأن واحد صاحبه يعني هوا نايم معاها، انا مش موجوده. المهم اتطلقت وقلت لا مش هقدر اعيش، ورجعت بيت اهلي تاني. طبعا انتوا عارفين الواحده المطلقه تبقى لا ما تنزليش، لا مش عارفه ما تروحيش. طبعا اختي اتجوزت في الوقت اللي انا كنت السنتين اللي انا يعني عشتهم في بيت جوزي. اتجوزت واحد بتحبه، انا ما كنتش مرتاحه له بس هي صممت عليه، وانا مالي، ايه المشكله يعني؟ واتجوزته ورجعت بيت اهلي زي ما قلت لكم. طبعا الحياه كانت محنوقه جدا بما اني يعني متطلقه. احنا في مجتمعنا يعني بتبقى العين شويه عن المتطلقه، لو نزلت لو راحت لو جت، مع ان يعني ده مش ذنبي ان انا اتطلق. وكان مقفول عليا بطريقه غريبه. اتجهت كل اتجاهي للنت، دخلت جروبات وبدأت اتعرف على ناس لحد ما قابلت ناس عاملين جروب للمطلقين. وفعلا هناك حسيت ان انا لقيت نفسي، قعدت اتعرف على هنا وواحدة هنا وواحد هنا، وكنت بتعرف عشان اضيع وقت تاني. ممنوع ان انا اخرج كتير، ممنوع ان انا انزل اشتغل، اهلي ده مخهم. لحد ما في يوم اتعرفت على واحد او لقيت واحد يعني بيدور على واحدة نفس مواصفاتي، وقلت بس ما يمكن ده اللي عوض، او يمكن ده اللي هيعوضني عن طريقي اللي بهدلني معاه. وتعرفنا وقعدنا نتكلم. كان شاب زي القمر، وعرفت منه ان هو مسافر. عرفنا ظروف بعض، ان هو برضه كان بيعاني مع مراته، مش بيحبها، ما تدروش حقوقه، ما بيحسش معاها بأي أحاسيس نفس مشاعري وأحاسيسي مع طريقي بالظبط. لقينا نفسنا، حسيت ان في حاجة بتشدني ليه، وارتبطنا. بدأنا نتكلم كل يوم، كنت بقوم من النوم على كلامه، طبعا كله شات وعلى النت. كان كذا مرة يطلب ان انا ابعت له صورة ليا او كده، بس انا كنت برفض. وهو بصراحة كان سايبني براحتي وقال لي على العموم براحتك خالص، بس انا يعني كنت عايز اشوفك عشان لما انزل من السفر اجي اتقدم لك، لان انت بصراحة يعني جننتيني بكلامك. كنت برفض وكنت بخاف، لكن بدأت احس ان هو يعني بدأ يزعل لما اقول له لا او كده، بس كنت بحاول اراضيه. حسيت ان انا حبيته وارتبطت بيه جدا. وفي مرة قال لي طب بصي ابعتي لي صورة، طب بلاش شعرك، مش انت محجبة، ابعتي لي حتى صورتك وانت محجبة. كنت برضه برفض، لحد ما لقيته في مرة قطع ان هو يتكلم معايا، وخفت على زعله وخفت يطير من ايدي زي ما بيقولوا، ما انا ما صدقت. بعت له صورتي، قال لي ده انت تجنني، انا هموت عليكي، انا هشوف اقرب وقت وانزل عشان اجي اتجوزك. وقعدنا نتكلم وبدأنا نتكلم كلام جامد شوية، مشاعر والأحاسيس اتحركت جوانا. يمكن كنا بنتكلم زي المتجوزين بالظبط، كل واحد كان عايز حاجة، هو مطلق وأنا متطلقة، ونبقى في حاجة محتاجينها في المواضيع دي. وانتوا فاهمين بقى الناس اللي بتبقى متطلقة أو محرومة من الموضوع ده بتبقى عاملة ازاي. ففعلا حسيت ان ده جوزي وأنا مراته. لحد ما في مرة قال لي بقولك ايه، أنا مش قادر أصبر أكتر من كده، افتحي الكاميرا خلينا نتكلم شوية. في الأول رفضت، حسيت إن هو هيبعد وبدأ يزعل، وأنا بصراحة خفت على زعله لأني بحبه ما أقدرش أستغنى عنه. فقلت له ماشي. قال لي طب إيه رأيك هخلص شغلي وهديكي ميعاد، بس أنا عايز لما تفتحي الكاميرا تبقي لابسلي كده حاجة نفسي فيها. قلت له ألبس لك إيه بقى؟ لا ما اتفقناش على كده،
قال لي معلش هي مرة واحدة بس، انت خلاص بقيتي مراتي، وانت خلاص بقى انت وثقتي فيا وبقينا روح واحدة مع بعض. قال لي انا نفسي تلبسي لي قميص نوم احمر. قلت له، قال لي اكيد عندك، اكيد انا متأكد ان هو عندك وهيبقى يتجنن عليكي، خلاص بعد ما الكل ينام نفتح مع بعض. قلت له ماشي، وفعلا لبست واتزوقت مستنية الميعاد بتاع بالليل. طبعا انا في اوضتي وقافلة الباب عليا، وفتحت الكاميرا زي ما قال لما اتصل عليا، وتفاجأ الوش اللي بيكلمني، اتفاجأ بجوز اختي. اتخضيت وبقيت مش عارفة الم نفسي، ولا عارفة اقول ولا عيد، ولا عارفة حتى اقفل. قعدت متنحة واقول له انت مين؟ هو انت اللي كنت بتكلمني؟ يقول لي ايوه طبعا انا اللي كنت بكلمك. قلت له امال الصورة اللي انت حاططها؟ قال لي دي الصورة كده، لكن انا في الحقيقة اللي بكلمك. انت بصراحة داخلة مزاجي من اول يوم دخلت عندكم اخطب اختك واتجوزها، ما حسيتش معاها باي حاجة، انت اللي كان عليك العين. وبصراحة لما اتطلقتي بقيتي في دماغي اكتر واكتر، وقلت انا مش هقدر اسيبك ولا هسيبك لاي حد تاني، انت لازم تبقي بتاعتي. قلت له انت مجنون، دي اختي، انت ممكن تخرب بيتها. قال لي شوفي بقى، لما سمعتيش اللي انا قلتلك عليه، انا معايا كل المحادثات اللي بتحصل ما بيني وما بينك، طبعا انت كنت بتكتبي وانا بكتب. شوفي بقى احنا قلنا ايه في الكلام ده، وخلي بالك كمان لو ما وافقتيش تعملي اللي انا عايزه انا كمان هطلق اختك. انا خلاص ما كنتش قادره اتحملها، انا متحمله عشان خاطرك انت بس، انا عملت كل ده عشان خاطر اوصلك، واديني اهو اعترفتلك بكل حاجه، انت بقيتي كل حاجه في حياتي، وبالذات بقى بالاكتر يعني لما شفتك دلوقتي انا هتهبل عليكي. وقفلت. بدأ يبعتلي، بدأ يتصل عليا، وانا مش قادره اعمل ايه ولا اتكلم ولا اقول. اتصدمت، لقيته بعتلي وبيقول لي خلي بالك من اللي انا قلته، انا ممكن اخرب بيت اختك واطلقها، خليكي معايا. بصي بقى، في شقه محدش يعرف عنها حاجه، هديكي العنوان بتاعها اكتبهولك، وعايزك تجيلي بنفس القميص اللي انا شفتك بيه، خلينا مع بعض، انا جوز اختك قدام الناس، وصدقيني اختك في عينيا، لكن انتي حبيبتي وروحي وحياتي، محدش هيعرف حاجه. وبعدين يعني اكيد انا عارف ان انتي محرومه من حاجه زي كده، وانا حاسس بيكي، وانتي كمان قلتي حاجه زي كده، كنت كل طاقتك بتطلعيها معايا في الكلام، اسمعي الكلام كده وخليكي شاطره. وفعلا بعتلي عنوان شقه وان انا اروح له، وعايز مني كل فتره الموضوع ده. انا في حيره، انا غلطانه، بس مكنتش عارفه ان ده جوز اختي. وفي نفس الوقت هو قال لو انا ما سمعتش كلامه هيطلق اختي، واختي طبعا الموضوع هيتعرف وهبقى كل حاجه بسببي انا، وانا صدقوني غصب عني انا كنت بتسلى، وما صدقت ان لقيت واحد هتجوزه بعد ما اتطلقت، لكن الدنيا اتقلبت فوق دماغي ومش عارفه اعمل ايه ولا اتصرف ازاي.